لو حاسس إنك شايل الهم والدنيا ضيقة عليك، اسمع الشيخ الشعراوي بيقول إيه. يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. ما تنشغلش بقى، أنت مملوك لإيه؟ أنت مملوك ليه وهم مملوكين ليه؟ تشتغل بالمملوك لك وتسيب المالك لك. فلا تشتغل بما هو لك عمن إيه؟ عمن أنت له. بس كده، ما تشغلش بالك بالرزق عشان ربنا هيبعته، ما تشغلش بالك بالهم عشان ربنا اللي بيشيله، ما تشغلش بالك بالمرض عشان ربنا اللي بيشفي، ما تشغلش بالك بالضيق عشان ربنا اللي بيوسعها، ما تشغلش بالك بأي حد يتكلم عنك عشان ربنا اللي هياخد حقك، ما تشغلش بالك باللي بيأذوك عشان ربنا هيقويك، ما تشغلش بالك بأي حاجة ممكن تلهيك عن ربنا عشان ربنا وحده هو اللي بيدبر لك أمرك. اسعى وادعيله وخليه دايما في قلبك، واذكره وربنا مش هيخذلك.